حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة الفيليه او هنخلي السمك. هنعمل فيليه السمك من السمك البلطي بطريقة سهلة وبسيطة، حتى لو ما عملتوش قبل كده هتعمليه بمنتهى السهولة زي ما احنا هنشوف مع بعض. اول حاجة هنجيب السكينة بتاعتنا ونيجي من تحت الراس وتحت الزعنفة اللي فوق ونبتدي نقطع كأنه خط كده، نقطع بشكل مايل. وبعد كده هاجي من عند الظهر فوق العظم على طول او فوق الشوك على طول، وابتدي افتح بالسكينة بالشكل الطولي ده من اول الراس لحد الديل. كل اللي انا بعمله ان انا بفصل اللحم عن العظم او الشوك، مش بعمل اي حاجة تاني، وكل شغلي بطرف السكينة. كل ما كانت كمان السكينة حامية معايا كل ما كانت احسن، وكل ما كانت برضو رفيعة مش كبيرة. بصوا انا بمشي على العظم، مش باجي ناحية اللحم خالص بالشكل ده. انا حاولت اوضحها لكم في التصوير على قد ما اقدر، من اول الراس فوق لحد الديل بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. وباجي في الاخر بقى بفصل خالص الجلد كده. لو انتي ولادك مش حابين الشوك لكن حابين طعم السمك، تقدري تقليه من غير ما تشيلي الجلدة بتاعة السمكة اللي في الجنب التاني. احنا هنشيلها مع بعض، بس يعني لو ما عندهمش مشكلة في الجلدة فتقدري بالطريقة دي تخلي لهم السمك وانتي مطمنة مفهوش اي نوع من الشوك خالص. هنيجي بقى للجنب التاني برضو، هنرفع الزعنفة اللي فوق ونيجي نقطع لحد الراس، وبعد كده نجيب السكينة ومن الظهر نقطع من اول الديل لحد الراس فوق بطرف السكينة زي ما احنا شايفين، ويبقى ميول السكينة على العظم ما يبقاش لفوق على اللحم. دي بأكد عليها طول الفيديو علشان يطلع معايا الفيليه بدون هدر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا كل اللي عملته في الفيديو ده ان انا خليت بدل ما المدة مثلا دقيقتين سرعتها خليتها دقيقة، يعني دي المدة الفعلية لخلي السمك، بس علشان ما يبقاش طويل عليكم. فهو مش بياخد وقت خالص لو انتي اول مرة تعمليه. كل ما كانت السمكة كبيرة كل ما كانت اسهل معاكي، ومش هتبقى يعني متعبة ولا اي حاجة خالص. بعد ما بنخلي بقى وبنيجي عند الطرف كده يبقى خلاص بنفصل السمكية. بصوا زي ما انتم شايفين كده الشوك بس اللي موجود، يعني تجويف البطن السمكة متنضفة ومتقشرة، يعني اللي موجود العظم بس والراس. هكررها تاني معاكم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كل ما كانت السمكة كبيرة كل ما كانت اسهل معاكي. لو متاح عندك فيليه جاهز هيبقى اوفر، لانه دي بيبقى برضو لو السمكة نص كيلو بتصفي معاكي حوالي ربع كيلو من الفيليه، فانتي ممكن يبقى اوفر ان انت تشتري الفيليه جاهز. لكن انا عملتها للي حابب يعمله في البيت او مش متاح عنده سمك فيليه وحابب يعمله كده يعني. تمام، سهلة جدا جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بنفصل اللحم عن الشوك، وطول الوقت السكينة واخدة ميل ناحية الشوك بالشكل ده. العظم ده بيتاخد ويتعمل شوربة، بيبقى حلو جدا لو هتستخدميه في سي فود، شوربة سي فود او شوربة حتى سمك، بيبقى حلو جدا جدا. بصوا بمشي طرف السكينة على الشوك، لو هي فيها لحم هيتقطع وهيبقى باين، وده اللي انا بحاول اظهره لكم. بصوا بنيجي الجنب التاني بنرفع الزعنفة وبنقطع من تحتها لحد الراس فوق لحد نهاية الراس، وبنيجي من الجنب بشكل طولي نمشي بالسكينة بالشكل ده. نقدر بقى نقليه زي ما هو كده، نقدر نشيل الجلد ونعمل منه كفتة سمك، او نعمل منه برجر سمك، او نعمل منه ناجتس، نعمل منه وصفات كتيرة جدا جدا، او حتى ناخده ونحطه في شوربة، نقطع الفيليه ده مكعبات ونحطه في شوربة، بيبقى حلو جدا. وصفات كتير زي ما احنا شايفين كده اللي خرج العظم او الشوك مش اكتر من كده.
بصوا بقى، هنيجي نشيل الجلد، بنيجي من تحت الديل وبنبتدي نقطع بالشكل ده. انا كل اللي بعمله ان انا بزق السكينة وبقطع بالراحة كده وبشد الجلد. بصوا كل شغلي على الجلد، انا مش باجي ناحية اللحم خالص. هو بنشد الجلد وبنقطع كده بالسكينة بشكل بسيط جدا زي ما احنا شايفين كده. اتخلت بمنتهى